المدرب الركراكي أيضا تعرض للكثير من الانتقادات، واللي كانت امتدادا للانتقادات التي تعرض لها بعد خروجه في الدور الثمن النهائي من نهائيات كأس أفريقيا الأخيرة في. السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نستمعوا فيه للمعلق الجزائري حفيظ الدراجي. اول تعليق ديالو على التعادل ديال المنتخب الوطني المغربي والفريق الموريتاني. باش ما نطولش عليكم نخليكم دوزوا تشوفوا الفيديو على بركه الله. انتخابات صار النجوم بالنسبة إليها يشكلون مشكلة وعقدة. مصر لم تختلف عن تونس، وتونس لم تختلف عن المغرب في المباريات الدولية، لأنه المدرب الركراكي أيضا تعرض للكثير من الانتقادات، واللي كانت امتدادا للانتقادات التي تعرض لها بعد خروجه في الدور الثمن النهائي من نهائيات كأس أفريقيا الأخيرة في الكاميرون، حيث تعادل أمام منتخب موريتانيا في خرجته الأخيرة في ظل عدم رضا وانتقادات كثيرة جدا للركراكي بالدرجة الأولى، رغم أن المنتخب المغربي يملك من المهارات والإمكانيات والمواهب ما لا تملكه الكثير من المنتخبات، خاصة بعد انضمام إبراهيم دياز مهاجم ريال مدريد إلى الكتيبة المغربية في الفترة الأخيرة. الملفت للانتباه هو تراجع تونس ومصر ومحاولة عودة الجزائر مع مدرب جديد، وأيضا تذبذب أداءات ونتائج المنتخب المغربي. ولكن بالمقابل الكثير أشاد به المنتخب الموريتاني الذي تعادل أمام المغرب في المغرب، وكان قبلها فاز على المنتخب الجزائري في نهائيات كأس أفريقيا، وقبلها كان تعادل مع المنتخب التونسي 0-0. هل سيصبح عقدة المنتخبات المغاربية المنتخب الموريتاني؟ هذا هو السؤال المطروح، خاصة بفضل مدربه الجديد أمير عبدو الذي يقال عنه الكثير في الأوساط الكرة في المغرب. التساؤل أيضا المطروح اليوم هو كيف سيكون حال موريتانيا في تصفيات كأس العالم؟ عنده نقطة من مباراتين من تعادل في مجموعة فيها السنغال، مأموريته لن تكون سهلة تماما. فيها السنغال المرشح رقم 1 عن مجموعته الثانية، فيها الكونغو، فيها الطوغو، فيها السودان، وفيها كذلك جنوب السودان. مأمورية لن تكون سهلة بالنسبة للمنتخب الموريتاني.